أهلا وسهلا بحضراتكم. أحمد شوقي هو الشاعر والأديب المصري اللي بايعوا الشعراء العرب سنة 1927 أميرا للشعراء لكونه أكبر مجددي الشعر العربي. ولد أمير الشعراء أحمد شوقي في القاهرة سنة 1870، وكانت جدته لأمه تعمل وظيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وعلى جانب من الغنى والثراء فتكفلت بتربية حفيدها ونشأ معاها في القصر. ولما بلغ 4 من عمره التحق بالكتاب وحفظ أجزاء من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وأظهر فيها نبوغا واضحا تم مكافأته بإعفائه من المصروفات المدرسية. انكب أحمد شوقي على دواوين الشعر حفظا، فبدأ الشعر يجري على لسانه. وبعد أن أنهى تعليمه بالمدرسة وهو في سن 15 من عمره التحق بمدرسة الحقوق سنة 1885، وبعد 2 عام من الدراسة اتخرج من المدرسة، ثم سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق، فالتحق بجامعة مونبلييه لمدة 2 عام لدراسة القانون، ثم انتقل إلى جامعة باريس لاستكمال دراسته حتى حصل على شهادة الحقوق سنة 1893. ثم مكث 4 شهور قبل أن يغادر فرنسا في دراسة الأدب الفرنسي دراسة جيدة. عاد أمير الشعراء أحمد شوقي إلى مصر، فوجد الخديوي عباس حلمي يجلس على عرش مصر، والذي عينه بقسم الترجمة في القصر، وتوضدت علاقته بالخديوي الذي رأى في شعره عونا له في صراعه مع الإنجليز، فقربه إليه. وظل شوقي يعمل في القصر حتى خلع الإنجليز عباس الثاني عن عرش مصر، وولوا حسين كامل سلطانا على مصر، وطلبوا من أحمد شوقي مغادرة البلاد، فاختار النفي إلى برشلونة في أسبانيا. اشتهر أمير الشعراء بشعر المناسبات الاجتماعية والوطنية، وبالشعر الديني الذي خصص له العديد من القصائد، منها قصيدة نهج البردة، قصيدة سلو قلبي، كما كتب العديد من المسرحيات الشعرية، منها مسرحية مسرح كليوباترا، مجنون ليلى، قمبيز، علي بيك الكبير، أميرة الأندلس، عنترة، الست هدى، البخيلة، ومسرحية شريعة الغاب. وكتب أيضا روايات، منها رواية الفرعون الأخير ورواية عذراء الهند. توفي أمير الشعراء أحمد شوقي سنة 1932، والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.